من الصبح انا في عرض المجد. كنت بتفرج امبارح على حتة فيلم لعلي الكسار. علي الكسار؟ ياه انت وردة وامك شوكة تمام. طيب تحب بقى احبسك 24 ساعة؟ متشكر يا حضرة القاضي، كله مقبول منك. انتوا بتكلموا بعض بتقولوا ايه؟ استنى يا اخي لما افهم منه كويس. ما هي دي الكلمة اللي ما احناش عارفين نكتبها من الصبح. انا في عرض المجمع اللغوي. ماما يا رحمة. الكسار والحمولي والريحاني وبديع ومنيرة، كل دول هنحكي لك حكاياتهم من تاني، وما عليك غير انك تسمع وتقول ياه. انت عارف ليه؟ قولي انتي ليه هنا ياه. برنامج الذكريات القديمة كل يوم جمعة من 10 ل 11 بالليل مع يسرى أمين. ياه. احمد يمين يمين، ايوه ارجع شمال شمال، دغني دغني جميلة قوي. ياللي سامعني قول يا نور عيني، انت بايعني ولا شاريني؟ ياللي سامعني قول يا نور عيني، انت بايعني ولا شاريني؟ انت بايعني ولا شاريني؟ انت بايعني ولا شاريني؟ قول يا نور عيني، قول يا نور عيني. استغفر الله العظيم، هذا كفر مبين. ايه هو اللي كفر لا سمح الله؟ هذا الغناء الذي يردده هذا الزنديق. زنديق ايه يا سيدنا الشيخ؟ ده سي عبده الراجل اللي عمره ما ترك فرضه، ولكنه ترك انغامنا الشرقيه، ترك الحجاز والبيات والسيكه وغنى نهوند. هذا كفر، هذه بدعه جديده جاء بها من اسطنبول، وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. استغفر الله استغفر الله، اعوذ بالله، استغفر الله. إن كنت بايع حرمتي لواني، سيبنا الفي وادي. وإن كنت شاري تعال وريني، معك نجوم سعدي. اعوذ بالله، استغفر الله. وإن بعتني أنا برضو شريك، ياللي ملكش في قلبي شريك. إن بعتني أنا برضو شريك، ياللي ملكش في قلبي شريك. إن بعتني أنا برضو شريك، ياللي
عليك لو تراضيني بالحياة أبديك، ده انت نور عيني. قول يا نور عيني، قول يا نور عيني. اللي سامعني قول يا نور عيني، انت بايعني ولا شاريني. قولوا لطير اللي سارح عشوا ما بين الجوارح، ويلوف عليا الأمان. قولوا لطير اللي سارح عشوا ما بين الجوارح، قولوا لطير اللي سارح عشوا ما بين الجوانح، قولوا عليا الأمان. قولوا للطير اللي سارح عشوا ما بين الجوانح، قولوا للطير اللي سارح عشوا ما بين الجوانح، قولوا عليا الأمان. اجعل ضلوعي وصوله وعز حسن وصوله، وارويه بدمع الحنان. ياللي ملكش حبيب بعدي تعالى غني لوحدي، ياللي ملكش حبيب بعدي تعالى غني لوحدي، ياللي ملكش حبيب بعدي تعالى غني لوحدي. وتعالى تعالى قول يا نور عيني، قول يا نور عيني. ياه، دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقولها بعد ما تسمع يلي سمعني عادل مأمون. يا هو برنامج بيجيكم يوم الجمعة بس من 10 ل 11، معاكم على الهوا يسرى أمين. شوية هدوء أعصاب وأغاني وفن جميل وناس حلوة وجميلة ورايقة، لازم لما تسمعها أو تسمع أخبارها أو تعرف أي حاجة عنها تقول ياه. عارفة أنكم مستغربين الاسم، بس ده الاسم الوحيد المنطقي بعد ما اختلفنا كتير وقعدنا ندور ونتساءل، لأن النياه هو الاسم الوحيد اللي ممكن يعبر عن الفترة دي وعن الناس دي. تيجوا نسمع شادية من قالك تسكن في حارتنا ونرجع تاني. مين قالك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا؟ مين قالك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل راحتنا؟ يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسيب حياتنا. شوف حبك عامل ايه فيا من يوم ما سكنت وجيت جنبي، لا انا عارفه اتلم على عينيا ولا عارفه حاجه عن قلبي. شوف حبك عامل ايه فيا من يوم ما سكنت
عارفة اتلمع على عينيا ولا عارفة حاجة عن قلبي. حبيتك ايوه انا مش نكرة، والحب عذاب وانت ادرى على باب بيتنا. يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسيب حتتنا. يجي ابويا يعوز فنجان قهوة اعمل له شاي واسقيه لامي، وخيالك يجي على سهوة ما فرقش ما بين خالتي وعمي. يجي ابويا يعوز فنجان قهوة اعمل له شاي واسقيه لامي، وخيالك يجي على سهوة ما فرقش ما بين خالتي وعمي. اخرتها ايه انا مش عارفة، هترسل ايه والله انا خايفة. خايفة لا تروح يوم وتسيبنا والعقل ما فيش غيره حيلتنا. يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسيب حتتنا. تشاور لي عشان انزل اقابلك، يا اخي بعدك بيتنا ما هو جنبك. تشاور لي عشان انزل اقابلك، يا اخي بعدك بيتنا ما هو جنبك. لو تيجي ابويا هيفتح لك خطوة معاه وافتح لك، وما فيكش حاجة هتتعيب لما يسألني رح اقول طيب. والنور ينقد على باب بيتنا وداير ما يدور بلكونتنا. يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسيب حتتنا. ولسه مكملين معاكم، وبرضه بعد شادية لازم نقول ياه. نجمة حلقتنا النهاردة هي نجمة عالم الكوميديا، بنت البلد، خفيفة الظل، الملكة. قامت بدور العانس والخدامة. هي الفنانة الجميلة جدا بنت اسكندرية زينات صدقي. حلقتنا النهاردة هتدور حوالين زينات صدقي ونجم تاني بس هنخليه لآخر الحلقة. نتكلم شوية عن زينات. زينات اتولدت في أبريل سنة 1913 في حي الجمرك باسكندرية، في أسرة بسيطة جدا. أجبرها أبوها على أنها تترك المدرسة بعد ما حصلت على شهادة الابتدائية بسبب فقر الأسرة وأن البنت مسيرها الجواز. عند سن 15 سنة زينات اتجوزت قريب ليها دكتور، والزواج استمر 11 شهر بس. حصل انفصال ورجعت لبيت أسرتها تاني. التحقت بمعهد أنصار التمثيل والخيالة اللي أسسه الفنان الكبير زكي طليمات، تركها للمدرسة وزواجها وهي طفلة وطلاقها كانوا بداية رحلة الكفاح، وكانت دي البداية ومن حسن حظنا عشان نقابل زينات صدقي. بعد فترة من التحقها بالمعهد مات أبوها، وحاول عمها إن هو يمنعها من الفن. هربت مع والدتها وتركت الإسكندرية، وحاولت في بدايتها إن هي تغني فكاهي مونولوجيست في ملاهي اسكندرية. وفي القاهرة تعرفت على الفنانة خيرية صدقي، والارتباطها الشديد بيها استعارت اسم والد خيرية فأصبحت زينب صدقي. التحقت صديقتها خيرية لفرقة أمين عطلة، وسرعان ما تم فصلها بسبب تحويلها لأحد المشاهد الدرامية إلى مشهد كوميدي. اشتغلت في فرقة بديعة مصابني كراقصة، وسافرت مع الفرقة لبنان، وبعد فترة تركت الفرقة رغم إغراءات بديعة ليها بالمال للاستمرار كراقصة. بس زينات كانت مقتنعة إن هي بتملك موهبة فنية أكبر وأهم من العمل كراقصة. نجيب الريحاني ضمها لفرقته بعد ما شافها في كواليس مسرحه وسألها تشتغلي ممثلة يا شاطرة، وغير اسمها من زينب صدقي إلى زينات صدقي. تيجوا نسمع زينات صدقي وعلي الكسار
في فيلم صاحبة العمارة اللي أنتج سنة 1945 ونسمع أم الأوامر حلو ونرجع تاني. يمو القوام حلو مبطرخ، الله ما يقفل لك مطبخ، وحشاني الطواجن والحوم الدواجن، وتعيشي ويعيش المطبخ. يا ألف أهلا بجوز إيدي يطيروا الكحل من العين، جبرنا يا معلم. طعم الزفر قرب تنساه، اديني حاجة لوجه الله، ادعي لك يا قمر. ما تسيبك من نمر، شايفك كده بتهرش في ايديك، وعينيك دي عمالة بتلعب، تكونش ناوي اسم الله عليك، تلم كام حلة وتهرب. لا فتح يا قمر قدامك شغافك. مالي الحلال كده زعلانة، وشايلة مني ومليانة، من ايه يا حلال؟ من حبك يا زحل، اصلك وحشني وعايزة اهديك، بقى شطة يخلي عينيك حمرا يا طماطم، يا وش الملاطم، يا قهوة مياتم. جاي اطلب كفتة يا فرش الهوى ليا ملايا. مكملين معاكم في ياه، والحلقة هوا، ومعنى ان هي هوا يبقى انا عايزة كومنتاتكم وتعليقاتكم على شخصياتنا الجميلة، واي حاجة تفتكروها من زمن الفن الجميل ومن الزمن اللي نقدر نقول عليه ياه. نكمل مع زينات صدقي ونرجع لبدايتها تاني. في احد المسرحيات مسرحيات الريحاني تغيبت الفنانة ماري منيب بسبب مرضها، فاضطر الريحاني للاستعانة بالوجه الجديد زينات صدقي بديل مؤقت لماري منيب. زينات استغلت الفرصة، ومع أول لقاء مباشر مع الجمهور أبهرت الجميع واستطاعت أنها تحتل قلوب الحضور. طلب الريحاني من مؤلف الفرقة بديع خيري إضافة دور جديد في المسرحية لزينات صدقي. بدأت مشوارها السينمائي سنة 36 مع الريحاني في فيلمه بسلامته عايز يتجوز. للأسف الفيلم سقط تاريخيا من ذاكرة السينما المصرية، ومفيش عنه أي معلومات سوى أنه تمثيل فرقة الريحاني وتأليف بديع خيري وإخراج ألكسندر فركش. في سنة 37 شاركت زينات في فيلم وراء الستار للمخرج كمال سليم. أهمية مشاركتها في فيلم وراء الستار أنه كان السبب في معرفتها بعبد السلام النابلسي، واللي شاركها في الفيلم، وكونت مع النابلسي أهم ثنائي كوميدي في تاريخ السينما المصرية، وانضم ليهم الجميل إسماعيل ياسين. أهم الأفلام اللي شاركت فيها زينات صدقي: بحبح باشا، البؤساء، تحيا الستات، عنبر ودهب، عفريتة هانم، الآنسة ماما، ياسمين، لسانك حصانك، حسن ومرقص وكهين، 4 بنات وظابط، بنات حواء، الآنسة حنفي، الستات ما يعرفوش يكذبوا، أيامنا الحلوة، شارع الحب، وتمر حنة، وغيرها كتير جدا، لأن أفلامها بتتجاوز 170 فيلم، أغلبهم أدوار كوميدية، وشاركت معظم أفلام النابلسي وإسماعيل ياسين وأنور وجدي. كانت أدوار زينات صدقي في الأفلام بتكتب ليها خصيصا. من أهم أسمائها الكوميدية اللي لو قعدنا نفتكر فيها مش هنخلص: بطة، وفتكات دندش، ونفوسة، وبلطية العلمة، وحلويات، وأم سمكة، وزغليلة، فلة، ومكاسب، وزرافة، وأم طعمة، وأم ترتر. أسماء جميلة جدا ما ينفعش ترتبط بشخصية في ذهننا غير شخصية زينات صدقي. زينات قامت ببطولة مطلقة واحدة شاركها فيها الفنان عبد السلام النابلسي في فيلم حلاق السيدات سنة 1960. ورغم ان فترة الستينات كانت فترة ازدهار ونجاح إسماعيل ياسين كنجم الشباك وقتها، لكن حبا للصداقة اللي بتربطه بزينات والنابلسي وافق على مشاركتهم الفيلم كسنيد ليهم.
بعد فيلم السيرك سنة 68 بدأت زينات صدقي تشعر بتجاهل المؤلفين والمخرجين ليها، فقررت الانزواء عن الأضواء ورفضت أدوار عرضت عليها من قبيل الشفقة. من أشهر المشاهد اللي ربطتنا بزينات صدقي وضحكتنا بجد من قلبنا هو مشهد جمع بينها وبين الجميل جدا إسماعيل ياسين في فيلم ابن حميدو. ده مشهد المطبخ المعروف. نروح نسمع زينات صدقي وإسماعيل ياسين ونرجع تاني. مركب زي مركب من غير ريس يا ريس. معلش يا ابن حميدو، بكره صلحها لكم واخليها بارجه نفاسه. يبارك لنا في انفاسك يا ريس حنفي. مالك يا حميد؟ انا ما كانش شاي. الوبر معصب معايا قوي ياما، اديله نفس من هنا يطلعه من هنا. يمكن الفوليا واسعه يا حميد. ابدا ياما، ده لسه بخيرها. تعالى يا ابن حميد يا حبيبي سلك لها البابور. اسلك ايه يا ست؟ هو انا مراكبي ولا اصلح عبور الجزمه عمر؟ يا اخي الراجل لازم يعرف المعلومات العامه. بذمتك يا عم انت، دي معلومات عامه ولا معلومات مهببه؟ تعالوا النبي يا ابن حميد عشان خاطري. حاضر ما تكتبهاش. اتفضل. فين البابور؟ هو ده؟ حميد ومداميد، انا قلبي اليك مكان ولا فيش غيرك على البال، انت وبس اللي حبيبي. انا في عرضك ابوس ايدك. بتبصي ليه كده ليه والمكر جوه عليك؟ كل العيون حواليك تاخدها ساحر عليك. والنبي حبيبي يطمس بحبه يطمس والنبي اطمس اخضر اصفر احمر والنبي انا خايف للوابور اللي جوه يدوس البيت. ما تخافش يا حنفي، ده بابور قشاش مش اكس يا حبيبي. والنبي يا حميدة اعملي معروف، بلاش فضايح يا حميدة. انا صفيه والنبي يا حميدة نجح لك المقاصد عيب. والنبي تديني يا حميدو يا خرابي، اودي وشي فين بلوم وعيامي. يا حبيبي اعملي معروف يا حميدة، اديني المفتاح. اهو مد ايدك خد المفتاح. يا قاتل يا غادر يا سارق قلوب العذارى. حضرت ايه يا حميدو يا ابني عيب مش كده يا دهوتي. يا ام حميدة خير بس يفتحوا الباب وكل شيء يتدبر. يتدبر؟ هي حصلت يتدبر. يا خراب اسود يا دهوت السوداني. خلاص انا اغمى عليا، اوعى تسيبني احسن نفوخ يقع كده. حميدة هي لها بيت انا بنت يا حبيبتي عذراء الربيع. الحقيني يما، الوحش الكهف الاسد الغابة انسان الغاب طويل الناب. طويل الناب انسان الغاب، كلمة ورد غطاء. غطاها مين والنبي يا عم حنفي؟ ده انا مظلوم. مظلوم ازاي وانت متعصب؟ لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراك على جوانبه الدم. حسن روق دمك يا ريس حنفي. اللي وقع يتصلح. ما يتصلحش ابدا، ده زي عود الكبريت يا حسن افندي. لا يتصلح بالجواز فورا. الجواز فورا. الحقيني بالمأذون ونعمل الفرحين مع بعض، فرح حميدة على ابن حميدو وعزيزة على الباز. كنت بتفرج امبارح على حتة فيلم لعلي الكسار. علي الكسار؟ ياه انت وردة وامك شوكة تمام. طيب تحب بقى احبسك 24 ساعة؟ متشكر يا حضرة القاضي، كله مقبول منك. انتوا بتكلموا بعض بتقولوا ايه؟ استنى يا اخي لما افهم منه كويس. ما هي دي الكلمة اللي ما احناش عارفين نكتبها من الصبح. انا في عرض المجمع اللغوي. ماما يا رحمة. الكسار والحمولي والريحاني بديع ومنيرة، كل دول هنحكي لك حكاياتهم من تاني، وما عليك غير انك تسمع وتقول ياه. انت عارف ليه؟ قولي انتي ليه؟ ياه. برنامج الذكريات القديمة كل يوم جمعة من 10 ل 11 بالليل مع يسرى أمين. ياه. تحمد يمين يمين، ايوه ارجع شمال شمال، دغني جميلة قوي.
ولسه مكملين معاكم، والجميلة جدا ملكة الكوميديا زينات صدقي، وأول حلقة من برنامج نيجي لنهاية زينات صدقي. على الرغم من تاريخها الحافل بالرقص والغنى والكوميديا والفن الجميل، وعلى الرغم من هي ضحكتنا بجد من قلبنا، نهاية زينات صدقي كانت زي نهاية كثير من العظماء الكوميديين. من المعروف عن زينات ان كان ليها زوج الثالث كان ضابط بالجيش المصري، وكان قريب من مجلس قيادة الثورة، فكان ليها بعض المواقف مع الرئيس جمال عبد الناصر. قصة منها ان هو اراد ان هو يكرمها فأمر بإحضارها، لكنهم فشلوا في العثور عليها بسبب اعتزالها الفن. طلب عبد الناصر من جهة أمنية البحث عن زينات صدقي، وبالفعل وجدوها في منزل متهالك في الريف، وأحضروها لناصر اللي كرمها ووفر ليها مسكن كريم ومعاش استثنائي. حالتها الصحية تدهورت وحالتها المادية أيضا بعد اعتزالها للتمثيل، وكانت آخر أدوارها في فيلم بنت اسمها محمود سنة 75. بدأت زينات صدقي في بيع أساس منزلها لمواجهة متطلبات الحياة عندما استلمت خطاب من الرئيس السادات لحضور حفل تكريم لها سنة 76 في عيد الفن السادس. كادت أن تعتذر لعدم امتلاكها ملابس تليق بحفل التكريم. أمر السادات بصرف ملابس ليها ورفع قيمة معاشها الاستثنائي، وأعطاها رقم تليفونه الشخصي وطلب منها أن تتصل بيه في أي وقت، وتعهد بحل جميع مشاكلها. وبالفعل حضرت الجميلة زينات صدقي لحفل تكريمها. بعد تكريمها بسنتين أصيبت بمرض ذات الرئة، ورفضت الاتصال بالسادات لمساعدتها على العلاج، وماتت بهدوء بعد أسبوع واحد من مرضها في مارس 1978 دون أن تحقق حلمها بالسفر للحج. وبكده يسدل الستار على الملكة المتوجة لعرش الكوميديا في السينما المصرية، صاحبة الكوميديا المميزة والراقية والصوت والجمل الرائعة التي لا ننساها. ما ننساش أبدا لما قالت لنابلسي في فيلم شارع الحب: أمرك يا سبع يا جملي يا مستبد يا سادس عشر، نوم العوافي يا عريس متعافي يا أسطى في المزيكا وخلافه. نروح نسمع موال عبد الحليم من شارع الحب، ولسه مكملين معاكم. ويا بسم الله الحفيظ، حلم ولا علم؟ يا اخواتي، يكونش حد من اخواننا اللي تحت الارض. بسم الله الرحمن الرحيم، يجعل كلامي عليهم خفيف. دستور الحقيقي يا ليلي 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 يا حسب الله يا مسيرة يا عبد واحد يا والله الحقوني يا ناس. ايه في ايه؟ فرح عربون والحين خلي
كده ليه؟ جدتي مش حاسه جسمي كله بيشكشكلي. الله ما تنطقي يا وليه. ماله بتاع بقى؟ سكن يا اخويا سكنوه بسم الله الرحمن الرحيم. يجعل كلامي عليهم خفيف. كركره ايه يا وليه؟ انت ثبتت عقلك. طب اسمعوا، دستور يا سيادي دستور يخلصك كده يا حسب الله. تسيب حرمه ضعيفه زي البيت طويل عريض زي ده لوحدها يغرق ايه لو ربنا يهديك ونتاهل تملاني الوساده الخاليه انني لا يلا بينا يا جماعه نشوف في ايه. اذا لم يكن من الموت بد فمن العار ان نموت كبنا. اتفضل قدامنا. قدامكم ده ايه؟ هي زفه. موالي موالي يقول يا ليل انا خالي لا بالي مشغول ولا مشغول على بالي وانت طير السماء وجناح حالي وانفت عليك الهوى خايفين كده ليه؟ العفريت اللي بني ادم ما تخافوش ولا نص. انت ورايا ما تخافش. انا جاي وراك اهو. انا ما بين النجوم سارح في موالي اوعى ترجع عليه. الخرابي ده ملعب. انا بعضكم وراه هاتوه. انا عايزه حي. يا ربي انا عايزه حي. طلعوه يا جماعه. حرام عليكم سيبوه. اسكت انت. قال اسكت انت. هنسكت انت. طلعوه. تعالى هنا والنبي يا اسطى ربنا يخليك. حرمت النبي. عارف انت تستاهل ايه؟ عارف الذبح. لا انت تستاهل بوسه. انت لقطه. انت هديه. انت نجم فرقه حسب الله. كراسي. دائرة علاقات، دائرة اهتمامات، دائرة أحداث. كل ما تبحث عنه ويهمك تجده وسط الدائرة يوميا من السبت إلى الخميس 7 مساء على راديو رابية. ياه، خلصنا كلام عن الجميلة المتألقة زينات صدقي، وما ينفعش نتكلم عن زينات صدقي إلا ونروح للنجم الجميل جدا نوفل. يا ترى فاكرين نوفل من فيلم شباك حبيبي؟ نوفل هو الفنان الجميل صفا الدين محمد أو صفا الجميل، بس اشتهر جدا باسم نوفل بعد مشاركته في فيلم شباك حبيبي، وكمان كان ليه فيلم مشهور هو فيلم دهب كان مشهور فيه باسم حرنكش. اسمه الدلع في الوسط الفني صفصف. لو ترجعوا تفتكروا الوجه بتاع نوفل وطريقته في الكلام، نوفل كان علامة مميزة في السينما المصرية. كلنا عارفين ان السينما الناطقة ظهرت في مصر سنة 32 من خلال افلام ابناء الزوات وانشودة الفؤاد. بعدها بسنة واحدة سنة 33 اكتشفوا المخرج الكبير محمد كريم وقدموا في أول ظهور ليه على الشاشة الكبيرة من خلال فيلم دموع الحب مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والمطربة نجاة علي وعبد الوارث عصر. ما ينفعش نتكلم على نوفل ونجيب سيرة أو صفا الدين ونجيب سيرة عبد الوهاب إلا ونذكر أحد مواقفه الشهيرة جدا مع محمد عبد الوهاب. في فيلم دموع الحب صفا حاز على إعجاب الجميع وخصوصا الموسيقار عبد الوهاب بسبب عزة نفسه وكبريائه وذكائه وخفة دمه. في يوم من الأيام كان عبد الوهاب بيسجل أغنية جديدة، وكان كل ما يستمع للتسجيل يبدي عدم رضاه من المستوى، واستمر الوضع لأكثر من 10 ساعات. فتذكر الجميل صفا الجميل وطلب بإحضاره للأستوديو، وفعلا بعد حضور صفا تم التسجيل على أحسن ما يكون، ومن ساعتها أصبح صفا ملازم للموسيقار فترة طويلة وكان بيتفائل بيه بشدة.
مش عبد الوهاب لوحده اللي كان بيتفائل بصفا، أنور وجدي كمان كان بيطلبه لما بيكتب قصة أو سيناريو أي فيلم جديد. كمان الشاعر الكبير صالح جودة كان بيحب يشوف صفا كل يوم الصبح. احنا كمان بنتفائل اننا نشوف صفا، وبنتفائل ان احنا نبدأ بيه أول حلقة ونقول ياه، ونروح نسمع عبد الوهاب الفنون ونرجع معاكم تاني. يا عبد الوهاب فنون كانت كلمات الشاعر الكبير صالح جودة، واللي كان بيتفائل ان هو يشوف صفا كل يوم الصبح. ومكملين وفناننا الجميل صفا الجميل. صفا شارك في عدة أفلام كان أولها دموع الحب سنة 33، واللي وضعه في مرتبة رواد السينما المصرية. في سنة 37 كان أهم ظهور لصفا الجميل مع أحد أهم كوميديانات السينما المصرية العملاق نجيب الريحاني في فيلم الخالد سلامة في خير، بالاشتراك مع شرف أنطح، محمد محمود المصري وستيفان روستي وحسين رياض ومنسي فهمي. ورغم أن مشاهد صفا الجميل في الفيلم كانت قليلة، لكنها محفورة إلى يومنا هذا في ذاكرة السينما المصرية رغم مرور 75 سنة على تمثيلها. ولحد دلوقتي لما بتسمعها لازم تضحك من قلبك. صفا الجميل في فيلم سلامة في خير قام بدور الطالب عبد الله صاحب الصوت النشاز اللي طلع من وسط أصوات الطلبة في نشيد استقبال المهرجة الهندي، في مشهد من أجمل وأروع بين مشاهد الكوميديا في السينما المصرية منذ نشأتها. تعالوا نسمع المقطع ده ونرجع مع بعض تاني.
تررم تررم. دي كانت الدخلة النشاز بتاعت صفا الجميل في فيلم سلامة في خير. طريقته في الكلام كانت غريبة بسبب إعاقة في لسانه، فكان بيبان إن هو ساذج أو صاحب إعاقة ذهنية، بس على العكس من ذلك كان ذكي جدا وعنده عزة نفس وكبرياء، وكان بيمتلك نوع من الصفاء مع النفس. أحد الصحفيين سأله مرة عن وحشته، وكانت إجابته بتعكس حالة من الرضا اللي بيعيشه. قال للصحفي: كويسة على العموم، أنا مبسوط كده، ويمكن يعملوا مسابقة للوحاشة آخد فيها الجايزة الأولى، مين عارف، ربك كريم. من أشهر جمله الجميلة جدا: شرف البنت زي عود الكبريت، واللي قالها نوفل أو صفا الجميل في فيلم شباك حبيبي سنة 51. وتم استخدام الجملة دي في عدد كبير من الأفلام، لكنها ما كانتش بنفس طريقة أدائه العفوية الجميلة. تعالوا نسمع عبد العزيز محمود ونور الهدى في فيلم شباك حبيبي ونرجع تاني. شباك حبيبي يا خشب الورد واللي الورد يوم ما يلاقيك يضحك سنك، لك ضربتين حيضموا القد وورد الخد، والورد بكره يرمنك. شباك حبيبي يا خشب الورد، شباك حبيبي 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 حبيبي. حبيبي يا خشب الورد ويالي الورد وما يلاقيك يرمى سنك، الضربتين حيضموا القد وورد الخد، والورد بكره يغير منك. شباك حبيبي يا خشب الورد، شباك حبيبي 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 حبيبي. شبك حبيبي حقوم من الفجر واشوف البدر بيفتحوا سنة بسنة، وان مرة شفته كان مقفول حلمة على طول. حبيبي ورا شيش الجنة، حبيبي ورا شيش الجنة، والقى الهوى ودى وجابه، والحلو قاعد على بابه، بدعي يخليها على شباكه، وافضل اناجيها على شباكه. شباك حبيبي يا خشب الورد، شباك حبيبي 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 حبيبي. شبك حبيبي يا سيدي الكل يا صحبة الكل، حطيت وعلى صدر الشقة، حبيبي على شيشك بيدق وقلبي يدق، مع دقته دقة بدقة، مع دقته دقة بدقة، واللي بحبه هواه بحبيب، مفتوح له قلبي عالبحبيب، واللي بحبه هواه بحبيب، مفتوح له قلبي عالبحبيب، رماني هواه على شباكه، ولا قلتش من شباكه. شباك حبيبي يا خشب الورد، شباك حبيبي 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 حبيبي. شبك حبيبي يا دنيا هنية، يا ضربتين من تيه ودلال، هتسك امتى عليه وعليا، وحياتنا تبقى غرام وامال، وحياتنا تبقى غرام وامال،
وتكون تالتنا تحرس اوضتنا وتشوف راحتنا ودن بشكل حبيبي وانا اقرا شكل حبيبي شباك حبيبي يا خشب الورد شباك حبيبي 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 شباك حبيبي ده سر غرامي مالوش في دنيا الحب نظير ندرا عليا نلت مرامي لا من خير وحرير في حرير ولما فتح والأهل فتح قلبي فتح ولما فتح الأهل فتح قلبي فتح وشبكوا لي حبيبي وحبكوا لي حبيبي شباك حبيبي يا خشب الورد شباك حبيبي 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 شباك حبيبي يا خشب الورد ويا الورد يوم ما يلاقيك يضحك سنك لك طرفتين هيضموا القد وورد الخد والورد بكره يغير منك شباك حبيبي يا خشب الورد شباك حبيبي 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 تتجوزها يا نوبل؟ انا ابدا انا ما جوزت الا الشريفه العفيفه الطاهره. شايفه اللي بتقولوا عليها اهبل؟ هساعدك ازاي؟ يوسف بيه وهبي قال شرف البنت زي عود الكبريت، قالش انه زي الولاعه لما تك عليها تولع. ربنا يزيدك من نعيم العلم والعرفان يا ولد. اللي من تنغص الصدامتك والوسنان بقالي السنين الطويله دي فاتحه لك بيتي ومستحمله غلبك لا تدفع اجره ولا نافع في بصله واخرتها الواد حرنكه شبني اللي حلت الشاب يا رب يتضرب ويتعور التعور ده كله ده بقى بايظ خلاص ده مش هيكبر عن كده ده انا هحدفه للقطط ياكلوه. الله الله يا حرنكش الله ايه اللي عورك كده ترماي وابور طلب؟ لا ابدا بنتك موثوقه الرقبه دهب هي اللي بهدلته بالشكل ده. ابني اتشلفط خالص، ده انا هرميه للقطط ياكلوه. دي الست بلطية العالمة زينات صدقي المتألقة، واللي كانت دايما في فيلم دهب بيتخانق ابنها نوفل او حرنكش مع فيروز اللي هي دهب، وكانت كل مرة بتضربه. الفيلم ده كان سنة 53، شارك أنور وجدي والطفلة المعجزة فيروز وملكة عرش الكوميديا النسائية زينات صدقي في هذا الفيلم. في نفس السنة في 53 وقف قدام إسماعيل ياسين في فيلم الدنيا لما تضحك. عنوان الفيلم بيمثل حالة صفا بمشاركته لإسماعيل ياسين، أحد أفلامه في فترة الخمسينات كانت قمة نجاحات إسماعيل ياسين، والدنيا تضحك لأي فنان يشارك إسماعيل ياسين. تعالوا نشوف التعليقات والكومنتات اللي جت لنا على راديو رابيا. أحمد زعفان بيقول البرنامج تحفة يسرى، وبصراحة رجعني لأيام التلفزيون القديم الأبيض وأسود، والفيلم اللي كان بيجي كل يوم ساعة الظهر، مستنيين كل جديد. ميرسي ليك قوي يا أحمد. سمير إيتو بيقول بجد أنا مستمتع جدا بالبرنامج ده، ونفسي كنت أقابل نوفل، ده بجد رهيب. فعلا هو رهيب يا سمير. نيرة بتقول really it is a nice program, thank you يسرى and thank you رابيا is the best radio internet. شكرا ليك نيرة ان انت عجبك البرنامج بتاعنا وعجبك الراديو، وتابعينا دايما هتلاقي معانا كل جديد، واسمعي وقولي ياه. تعالوا نرجع لنوفل تاني. نوفل في فيلم مدرسة البنات كان بيحب نعيمة عاكف، كان هو الشاب الأبلة اللي عايز يتجوزها. طب ده في الفيلم، في الواقع
في الواقع نوفل كان بيحب المتألقة الجميلة الرقيقة ليلى مراد. راح مرة مع محمد عبد الوهاب مكان تصوير فيلم يحيى الحب سنة 38، وشاف لأول مرة الفنانة ليلى مراد فوقع في غرامها، ولكنه شاف المطربة أسمهان في حفلة فحبها ونسي حبه لليلى مراد. صفى الجميل تاريخه الفني 16 فيلم سينمائي في 33 سنة، أدواره كلها بتدور في نمط الطفل أو الشاب الأبله الساذج. كاركتر سينمائي استثمره المخرجين لإحداث حالة من المرح والفكاهة أثناء الأحداث الدرامية. تحية حب لصفى النقي الخلوق الجميل. حلقة النهاردة لما تسمعها لازم تقول ياه. كانت معاكم على الهوا يسرى أمين، معد البرنامج أيمن عثمان، ونروح نسمع ليلى مراد يا حبيب الروح، وتصبحوا على خير. حبيب الروح يا حبيب الروح يا حبيب الروح يا حبيب الروح فين أيامك وحشتني ووحشني خطامك يا حبيب الروح الروح يا حبيب الروح الروح فين أيامك أيامك الحلوة اللي فاتتني هاري كان عمري أكتر منها، لكن الأيام جت سبقتني وأنا اللي صبحت بعيد عنها. لا أنا طايلة عطفك وحنانك ولا طايلة حتى حرمانك، لا أنا طايلة عطفك وحنانك ولا طايلة حتى حرمانك يا حبيب الروح الروح يا حبيب الروح الروح فين أيامك أحرمني من عز هنايا، شوف حالي باين في عينيا. أحرمني
وانسى احلامك يا حبيب الروح يا حبيب الروح